في ادويه تانية يشاع انها بتزود الحرق وبتسد الشهيه، ودي انا ضدها تماما. انت ما بتوصفش ادويه فيما يخص للتخسيس طبعا عمري ما اوصف ادويه للتخسيس، اه لان اي دواء، اولا خلينا نقسم ادويه التخسيس. في ادويه تعتمد على انها تقلل امتصاص الدهون الموجوده في الامعاء، دي ادويه مصرح بيها مفيش فيها اي مشاكل خالص، زي زينيكال وزي اورليستات. كل الادويه دي دورها انها تقلل امتصاص الدهون الموجوده في الوجبات الدسمه. ليها تاثير على نزول الوزن، دي طريقه عملها يعني بسيط جدا. دي طريقه عملها. طيب هل انا بوصي بيها؟ لا مش بوصي بيها، لسبب هقوله لك في الاخر. طيب في ادويه تانية يشاع انها بتزود الحرق وبتسد الشهيه، ودي انا ضدها تماما. ليه ضدها؟ زي الكارانتين والحاجات مش هقول الكارانتين، دي حاجه موجوده عندنا في جسمنا بيصنعها اوريدي، لكن انا بتكلم على حاجات تانية زي السوبوترامين والادويه اللي دايما بيعلن عنها انها بتسد الشهيه وانها بتتوصف في عيادات التغذيه، وفي ناس كتير بتلجأ لها بتتباع اونلاين على النت في كل مكان، على كل البلاتفورم. لا انت ما بتعملش كده. انا مش بشتغل بالطريقه دي، مش بشتغل بالطريقه دي.